اليوم يا جماعة بدنا نعرف مين عنده أطيب تمر هندي وعرق سوس بالشام. عرق سوس إيه لا تستغربوا، له رغيبته. هلا احنا طلبنا من عند أبو عبدو وعصير الشعلان بكداش وكرمو. هلا ليكوا للأمانة بتلاقوهم كلياتهم متشابهين، بس في فرق. هدول أكياس لأنه مو الكل بيحط بأناني. القنينة هي بتيجي شي لتر ونص، هدول بتيجي أقل من لتر بيجي الكيس. كألوان بتشبه بعض كلياتها إلا تبعات بكداش. تبع بكداش عامل حركة مميزة، حاط بقلبها لوز أخضر. هلا بقى يا جماعة احنا شو بدنا نعمل؟ بدنا نفضي الأكياس بأناني ونرجع لكم. هلا ليكوا بتلاقوا اختلاف بالاناني، فتعذرونا يا جماعه، لقيت اناني بقين وكم قنينه فاضيه. بالنسبه للاسعار يا جماعه نجي عند بكداش، عنده السوس ب 2500، التمر الهندي ب6، كرمو نفس الشيء عنده السوس ب 2500، التمر الهندي ب6، عصير الشعلان عنده السوس ب3 هون، التمر الهندي ب6 كمان، ابو عبدو عنده السوس ب6، التمر الهندي ب18. هلا انا في شغله والله استغربت منها، يعني انا سالت شو الفرق بين الاناني والاكياس، قالوا لي انه الكيس بيجي اقل من لتر، القنينه بتيجي شي لتر و600. بس انا لما عبيت الكيس بقلب هالاناني الفاضيه اللي عندي انا، حسيت ما في فرق، تحس الفرق بسيط. عصير الشعلان ما بعرف ليش، تمر الهندي ناقص منيح، مع انه الله وكيلكم ما كبيت منه، عبيتهم بحرفيه عاليه. هلا بقى يا جماعه بدنا نجرب من الاخر. لكم شغله، انا ما بدي اجلي اليوم، جايب معي كاسات بلاستيك. منباشر يا جماعه باغلى شيء، خلونا نروح لعند ابو عبدو. رامي جاهز؟ جاهز. ليك خيار، احط كاسه الي وكاسه الك، نروح على السوس. عالسوق. شرف خيار. اوكي، خلينا نروح سوس على الكل، نعمل دورة واحدة يبين معنا مين أطيب سوس. هذا عصير الشعلان. هلا بقى بدنا نباشر بكرمو. أنا شريب سوس، أنا ورامي، بس نحن ما بنكتر. يعني ما بعرف لساتها ضايعة. هلا صرنا عند بكداش آخر واحد. والله طيب. ليك أنا إذا شكيت بين اثنين فبين بكداش وبين الشعلان، بس أنا كاسة الشعلان ما عاد بينت معي أي وحدة. انا هيك استشعر. الشعلان. بكداش أطيب سوس يا جماعة من عند بكداش. رامي قال الشعلان. جاهز للتمر الهندي؟ من عند أبو عبدو. طيب بس بحسه خفيف، رح رتبهم عندي مشان ما اضيع لما ارجع. هي ابو عبده اول واحد، نجي لعند مين؟ الشعلان. ايه طيب، هذا طيب. كرمو. هذا مكتر ما ورد. هي حركة اللوزي اللي بقلبها حبيتها أنا. رامي بآخر صنف صرنا. يلا. لوز لإلي. خيو نزل لك تنتين، ليك ما عاد صب لك لينزل عندي. ايه اوكي هلا مشي حال. شعلان. شعلان. شعلان بيربح. ليكوا فرق الالوان يا جماعة عن جد. يعني شوف عندك ابو عبدو كيف، تلاقي هون بقى عندك اغمق بالشعلان، كرمو بكداش اخف هيك بشوي. اطيب تمر هندي بالشام هو الشعلان، هاي الشغله اتفقنا عليها انا ورامي. بالنسبه للسوس انا شفت بكداش، رامي شاف الشعلان كمان. طبعا بالنسبه لبكداش وكرمو هدول يا جماعه بالشيخ محدين، يعني مو كل العالم تعرفهم، بس هن كتير مشهورين، كل المنطقه بتعرفهم. وبالنهايه يا جماعه هذا رايي الشخصي، والدنيا اذواق. سيو يا اخو.